عيشها أحلى. عيشها أحلى. صباح النور، صباح الفرحة وصباح الامتنان إلى الله عز وجل، وإن شاء الله ديما بصحة وسلامة. هذه تمنياتنا ليكم كما كل صباح. نلتقي وخديجة العبيدي الكوتش خديجة في عيشها أحلى، ونحب نقول لك إن شاء الله ديما فرحانة وديما منورة خديجة. عايشك يربح ليك انت وجميع المستمعين. كل انسان في الكون هذا نتمنى له الخير، وان شاء الله كل واحد ربي يعطيه ما يتمنى فيها الصباح ان شاء الله. خديجه، وقت اللي كنا صغار كانت ابسط حاجه تفرحنا، كانت تملأنا البراءه حتى معناها ابسط الامور. نذكر هنا حوايج العيد، قديش كنا نفرحوا بحوايج العيد، وقديش كنا نستناو في صباح العيد وقتاش يجي باش نلبسوا هيك الحوايج الجديده. الانسان كي يكبر كأنه معناها الهموم والأثقال تنقص من الفرحة متاعه، ولا تخليه غير قادر على أنه يفرح. علاش؟ تعرفش علاش ربح؟ احنا كي كنا صغار أي حاجة تفرحنا كنا فرحانين بحياتنا، كي نقوموا الصباح محلاها نبداو فرحانين، وببساطة كنا نراو اللي أي حاجة نحبوها نوصلوا لها. كي كبرنا بدينا نكبروا بشوي بشوي بشوية، تعلمنا وعشنا وعرفنا اللي مش كل حاجة نحبوها نوصلوا لها. من هوني تبدأ مشاكلنا وقلقنا. نهارت اللي تحس اللي الظروف أقوى منك، نهارت اللي ترسم برشا أهداف وما توصل لهاش، نهارت اللي تقول أنا نحب برشا حاجات شبيني ما وصلت لهاش. نربطوا سعادتنا بحاجات مادية، نربطوا حاجتنا ما نكون أنا فرحان كي نبني داري، ما نكون فرحان كي نشري الكهرباء، كي نشري برشا حاجات. كي نربطوا سعادتنا بحاجات مادية، يعني توصل للمرحلة ما توصل لهاش الحاجات هذوك، تولي أنت تتقلق. كي تحس اللي فما حاجات تتحكم فيك أنت، فما ظروف تخليك أنت ما توصلش للهدف متاعك، تفقد البراءة متاع الصغير هذاك، وتفقد فرحتك بالدنيا، وتفقد حماسك. تقول علاش قايم هنا هالصباح؟ أنا نقول لكم حافظوا على براءة الصغير هذاك، وخليكم عندكم التحدي اللي كل مرة باش تتحدوا باش توصلوا للحاجات اللي باش توصلوا لها. باش تقولوا لي هذا كيفاش؟ هذا كلام نظري. باش نقول لكم أنا علميا السر اللي أنت تتحكم في ردات فعلك. ما تنساوش اللي ديما في حياتنا 10% نعم ربح 10% فقط هي نتاج الظروف اللي نمروا بها، و90% يعني الأغلبية المطلقة 90% هي نتيجة ردات فعلنا. انت كل ظرف كيفاش نجمت تتحكم فيه. ردات فعلنا هي نتيجة قراراتنا، ردات فعلنا هي نتيجة حياتنا توا. يعني كل واحد شوفوا هكا في المحيط متاعكم، نفس البيئة الاجتماعية متاعكم، قاعدين يعيشوا في نفس الظروف، وهو تحدى. علاش انت ما تتحداش؟ خليك من اليوم تحافظ على روح الطفل اللي فيك وتعيش الحياة بمخ كبير. هو حتى في نفس العائلة راو زوز اخوات عندهم نفس الظروف، نفس الموارد، نفس الأمور. واحد تلقاه في العلالي، وواحد تلقاه قاعد يستنى في القضاء والقدر مش يعمل له. هذا السر عرفناه اليوم ربح، اللي كل واحد كيفاش كانت ردة فعله لنفس الحدث. شكرا جزيلا خديجة، يعطيكم الصحة، شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. عيشها